السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله زي ما احنا شايفين الجمال ده قدامنا، احنا هنعمل البوريك بتاع الافران بكل سهولة جدا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وتجربوه وتقولولي في الكومنتات رأيكم ايه. طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض، قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي. وطبعا زي ما احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله شايفينه هش ازاي وطري جدا جدا جدا، وهفتحها لكم برضو دلوقتي وهوريكم شكلها عامل ازاي بالجبنه. وهمي شكلها وهمي وبيتكلم طبعا عن نفسه. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقه التحضير، يلا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، ونشوف مع بعض المقادير وكمان نشوف طريقه التحضير. طبعا انا معايا كيلو من الدقيق زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كيلو من الدقيق لصالح لجميع الاغراض. وكمان معايا معلقه من الخل، كوبايه من الميه دافيه، كوبايه زيت على سمنه او على زبده، تمام كده. وكمان معايا 3 معالق من السكر، ومعلقتين من معجون الطماطم وصلصه الطماطم، ونص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة طبعا خميرة، تمام كده. لازم طبعا كل الحاجات دي تكوني مخرجاها قبليها بشوية علشان خاطر تبقى بدرجة حرارة المطبخ، تمام كده. والخميرة طبعا تكون يعني انتي واثقة ان هي هتبقى كويسة. انا دلوقتي هجيب بولة عشان خاطر اقلب فيها الحاجات اللي احنا هنشوفها مع بعض. بس اهم حاجه زي ما قلت لك، ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يوماتي توصل لك، وكومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني. انا طبعا نزلت بكوبايه الميه كل المكونات بتاعتي، تمام كده، ما عدا الزيت والزبده. قلبتهم كويس لغايه لما السكر داب. طبعا دي معلقه الخل انا دلوقتي نزلت بيها وهقلبها كويس. الزيت والزبده بتوعي لسه ما نزلتش بيهم، هنزل بيهم دلوقتي واسمي بسم الله وهنزل بيهم. طبعا الزبدة طرية خالص. هقلبها كويس، وجبت بولة كبيرة حطيت فيها كيلو دقيق ونخلته كويس، وبعدين هنزل بالحاجات السايلة دي او المكونات السايلة دي عليه، وهعجنها واحدة واحدة، تمام كده. احنا كده استخدمنا ايه؟ استخدمنا كوباية مية، وكل دقيق برضو ليه دي يعني ياخد معاكي مية غير التاني. طبعا زي ما احنا شفنا انا حطيت كوباية في الاول كده، انا كنت جايبة كوباية الا ربع، حطيت نصها يعني خدت كوبايه ونص من الدقيق. شايفين بقى شكلها كده؟ يعني تحس ان هي باظت، بس هعجن فيها كويس لغايه لما توصل ايه القوام اللي قدامنا ده. وايدي نظيفه خالص ما غسلتهاش، والعجينه طلعت لغايه لما عجنتها مده لا تقل عن 10 دقايق كويسين جدا. دلوقتي انا هفرش شويه دقيق او هرش شويه دقيق صغيرين جدا وهحطها، ومش هنخمر، احنا هنسيبها بس ترتاح، وبعد ما ترتاح هنشوف احنا هنعمل ايه، تمام كده. كده بعد ال10 دقايق انا هجيب دلوقتي سكينة، هقطعها نصين علشان خاطر اعرف افردها كويس. هفردها كويس بسمك مش رفيع قوي ومش يعني مليان، او 1 سنتي كده او سنتي. وطبعا هكمل بالنشابة، هي ما شاء الله ماشية معايا كويس جدا وبتفرد كويس جدا زي ما احنا شايفين اهي. هجيب طبعا اي حاجة مدورة، انا جبت كوباية عندي عشان طبعا كله يبقى بسوا واحد وشكل واحد. وطبعا الزوايد ديت احنا هنرجع نفردها تاني، هلمها بس مش هعجنها، هلمها وبعدين هرجع افردها تاني. زي ما احنا شايفين قبل طبعا ما نحط الحشوة بتاعتنا نبطط شوية العجين او الكور اللي احنا قطعناها دي بالكوباية، تمام كده. وهقفلها ازاي يا دودو؟ تعالي بقى اوريكي هنقفلها ازاي. طبعا انا خلصت الكميه كلها، يعني حطيت فيها الجبنه كلها علشان انجز في الوقت، وبعدين هقفلها كلها مره واحده. انا دلوقتي هقفل زي ما احنا شايفين كده. اضغطي كويس عشان خاطر ما تفتحش منك في الفرن وهي بتستوي، تمام كده. اضغطي كويس، وبعدين ما تضغطي كويس هتجيبيها على ايدك كده زي ما انا وريتك وهتحطيها. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله شكلها عامل ازاي؟ هخلص طبعا الكميه كلها وارجع لك. كده انا خلصت الكميه بتاعتي وما شاء الله لا قوه الا بالله اختمرت كويس جدا. انا هجيب دلوقتي صفار بيضه او بيضه كامله عادي مفيش مشكله، وهنزل عليها بمعلقه خل وهدهن الوش بتاعها. وبعد ما هدهن الوش بتاعها، عندك سمسم حطي، عندك حبه البركه حطي، بس هي اساسها حبه البركه، تمام كده. وهدخلها على فرن طبعا نكون مشغلينه عالي جدا عشان مش هتاخد وقت معانا، تمام. وزي ما شفنا شكلها في الاول. ومع السلامه في يوميات دودو جديده.